قوة. سؤال الحين المدارس مو خلصت والشهادات طلعت والياهال إجازة من نص شهر 5. المدرسين ليش لازم تخليهم يداومون لبداية شهر 7؟ ايش عندهم بالمدرسة؟ يسوون لها صيانة، يعدون طباشير، يشيكون على الحنفيات، ما لها لازمة. ايش حقه تخليهم يداومون كل صبحية؟ أنا والله سألت، قال والله ماكو، نداوم نطلب ريوق ونشذب على بعض نتجابل. يعني باختصار زوارة، بس مو شرط يتواطنون. أنا متأكد وزارة التربية أكيد لها نظرة، لها نظرة أن كل صبحية يداومون، بس شنو النظرة ما حد يدري. لا ولدها ولا أمر في مدرسة قالوا لهم يبغى طفوا التكييف المركزي، ما نبي مصرف كهرباء، خلكم على الوحدات. يبغى هذيلا مدرسين مو كتاكيت ملونة. زين انت دام ماكو طلبة ولا تبيهم يحضرون حق السنة الجاية، ولا حتى مخليهم يبون جدورهم يطبخون الغداء، ايش حقه تجيبهم؟ ايش حقه؟ لو فوق كل هذا طفوا التكييف، ما يصير، يبقى ما يصير. زين دام الوزارة يبقى مقتنعة انه لازم يداومون كل صبحية، اعطوهم شغل، اعطوهم دورات تدريبية، دورات في علم النفس، علم الجن، علم اي علم تبي، بس لا تخليهم هدد في دورات علم الحش. ترى والله يا وزير التربية الحين يبقى ايام فضيلة. انت بس قول لهم يبقى لا تداومون، وشوف الدعاوي اللي بتجيلك، يمكن يدعو لك حتى تاخذ 4 حريم. ايش تبي بعد احلى من هالدعوة؟ يلا يلا.